مصر طبعا أنتجت عملة ورقية خضراء. يعني شايفين احنا دي العملة الورقية الخضراء هي الأخضر ده اللي بيسموه الأخضر. لا لا، معلش معلش يا جماعة، مش هي دي. أهي جنبها، هي دي العملة الخضرية الأخضر بتاعتنا. ده أخضر وده أخضر. هنقول دي واحد ودي اتنين. مين بيحب واحد ومين بيحب اتنين؟ دي العلامة المائية بتاعت الدولار، الأخضر الأمريكي، وده الأخضر المصري، وده العلامة المائية اللي على الجامع. طبعا احنا هنا كان في علامة مائية هنا على المسجد ده. طبعا الحمد لله اتغيرت. طبعا دي ما تظهرش لما يكون في ضوء. اتغيرت لأن كانت عليها ألوان تانية خالص احنا منحبهاش، واتلغت بقت ألوان هادية وجميلة. دي بقى ال20 جنيه المصري، الورقة الخضراء. بس شوفوا الخضار ده والخضار ده. خلينا نقلب دي عشان الأخضر بتاعها أخضر أهو، وأخضر أهو. ودي العلامة المائية. طبعا الكل دلوقتي عمال ايه يقارن بالاخضر المصري والاخضر الامريكي. طبعا الاخضر المصري هو اللي يكسب اكيد، مش محتاجين احنا ايه على. طبعا حاجات فرعنا الاول هنا، الاهرامات تحت اهي، واللوتس، زهرة اللوتس، والقلعة، وادي القلعة. وده ايه مقارنة بسيطة كده. طبعا الاخضر ده 20 جنيه، والاخضر ده 100 دولار، يعني داخل على 3800 او 4000 جنيه. شوف ورقة اهي، 4000 جنيه ولا 3800، ودي 20 جنيه. مصر بتصرف جامد يعني. يعني عشان حتة زي دي تكلفتها 20 جنيه أو قيمتها 20 جنيه بس، ودي 3800 ولا 4000. لا احنا هنكسب طبعا. فأنا إن شاء الله هنعمل كمية من دي، واللي يعلق على الفيديو هنديله أخضر، بس هو بقى ونصيبه بقى.